في أول جوازي لما عرفت إن ربنا هيرزقني بمولود كنت فرحان جدا، لكن لما عرفت إن المولود اللي جاي بنت اتخدت شوية، لأني كنت أتمنى إن ربنا يرزقني بولد. لكن بعد فترة وأول ما شفت جنى لقيت ربنا حط جوا مني مشاعر الحب، مشاعر الأبوة. ووسط اللخبطة اللي كنت فيها مع تضارب المشاعر، شوية خوف من المستقبل والمسؤولية اللي هكون فيها، لقيت نفسي بحضنها. قدام عيني حتة مني بترمش وبترفص وبتعيط، ومن هنا كانت بداية جديدة لحياتي. عرفت إن من أكتر الحاجات اللي بتجبر خاطر الأب حنية بنته عليه. عرفت وشفت إن خلفة البنات رزق، خلفة البنات ونس ورحمة. ده سيدنا النبي معش من ولاده غير بنات. دي السيدة فاطمة الزهراء بنت النبي لقبت بأم أبيها من كتر حنيتها واحتوائها لسيدنا النبي. فالبيت اللي مفيهوش بنت تحسه إنه بيت صلب وجاف، لحد ما ربنا يرزق البيت ده ببنت فتخلي للبيت طعم ومعنى وروح. ومفيش راجل في الدنيا يقدر يقاوم دلع وحنية بنته عليه. واللي مخلف بنت عارف أنا بقول إيه كويس. والبنت دي مسيرها تكبر وتبقى تبقى أخت أو زوجة. اللي سيدنا النبي منسهمش في آخر كلماته لما قال: اتقوا الله في النساء واستوصوا بهن خيرا. فاللي عنده بنت يبوس ايده وش وظهر ويسجد سجدة شكر لله. إلى اللقاء.